احنا درنا سيدي اسقاط الحكومه، غادي نكونوا حكومه نيت بحالها نيت، يعني شي ما كاين. علاش ما نخرجوش ونطالبوا رابط المسؤولين بالمحاسبه؟ هذه هي اللي بتفك لينا الجره كامله وبتوجد لينا الصحه وعيش كريم وتعليم. كون خرجوا وزكوا في هذه الكلمه كنا غنضغطوا على المسؤولين وكانت غادي تطبق هذه المساله. لكن للاسف طلبوا واحد المطالب اللي كانوا تيطلبوها الناس من ايام تاسست الدوله، وهما تيطالبوا من هذا الشيء وما وصلوا حتى شي نتيجه. متفقين معايا في هذا الشيء الاخوان ولا لا؟ خويا دابا مزيان واحد النقطه نوضحها. قبله هضر في واحد النقط مهمه جدا وهضر في العمق، وانا غادي نوضحها. قال بان راه ما يمكنش واحد. انت شفتي دوك الناس اللي في النيبال وشفتي هذه المساله ديال الجير، غادي تجي وغادي تفرض. انت تزاديتي في 2010 وغادي تجي تفرض على الدوله بعض الامور. فاش كنهضروا على الدوله كنهضروا على المغرب كبلد ككل. راه ما يمكنش هاد الشباب هذا خصهم تاطير اخويا. اول حاجه خص واحد التاطير لهاد الشباب، لان مازال عندهم واحد الخلط. كنشوف بان بعض الامور كتخرج عن السيطره في بعض الاحيان غير بيناتهم، فبالتالي خاص واحد التاطير لهاد الشباب هادو. ثم واحد النقطه اخي، راه فاش كتجي كتقول لي الصحه والتعليم، راه ماشي غير الصحه والتعليم، راه الشغل. وكما قال نقول لك واحد القضيه ونهضروا في الواقع، راه قالها غوبلان. شوف الشيء راه مهما تنتقد الدوله راه خدامه شغلها. بغيتي يا ولدي نوض تخدم على راسك، نوض طور راسك. انا براسي عندي الشواهد كذا طورت راسي. واش انا تسني الدوله؟ انا قريت وهذا ولكن واحد الوقيته مثلا من شفت راسي بانني ما نخدمش في القطاع العمومي، مشيت خدمت على راسي، مشيت طورت راسي، مشيت زدت لقدام. واش غنبقى جالس نعس في دارنا ونبقى نبكي ونشكي الدوله ما خدماتنيش، هذاك داير، هذاك فاعل، هذاك لا. مشيت خدمت على راسي، ما كنتسناش. انا حاليا اقسم بالله كنخدم على راسي، ما نتسناش الوالد ديالي عنده 70 عام يعطيني 10 دراهم نمشي للقهوه ولا 20 درهم ولا نو تخدم على راسك، تطور راسك. حنا دائما شنو الديفو ديالنا؟ كنبقاو غير نشكيو ونبكي. واخا راه حنا عارفين وانت عارف، اي واحد فينا جيتي تناقش معاه راه غيعطيك فكره احسن من هذيك الفكره ديالك، والاخر يعطيك فكره. الفكره اللي خصها تكون دابا حاليا حتى هاد الشباب باش نكون واقعيين. واحد الانسان تينوض ما تيبغي يقرا، ما تيبغي يتعلم حرفه، ما تيبغي يدير والو، وكيبقى ينتقد، غير تينتقد. انتقد. كاين واحد الفئه في المجتمع ديالنا مضرنا. حنا ماشي ضد الانتقاد ولا حنايا ولكن نوض خدم على راسك، نوض طور راسك. صافي شتي واحد الوقيته انك خديتي واحد الشهاده ما قدرتيش انك تخدم او ما لقيتيش، تطور راسك. كاين مجالات فين تخدم الى غير ذلك. الا جيتي تقابل هذيك المساله ديال الناس وتسنى انهم يخدموك ولا نمشي انني نحتاج، راه ما عمرك غادي تزيد لقدام. يعني الانسان باش نكون واقعي خصو يطور راسو ويخدم على راسو باش يزيد لقدام. وهذه هي الفكره اللي كنت كنوصل ديجا، رغم انني كنتقد انا، رغم انني كنشوف شحال من الحوايج في بلادي ما مزيانينش، ولكن كنخدم على راسي وكنطور راسي. لان الا جيت نبقى نتسنى راه ما عمري غادي نزيد لقدام. وكما كنقول لك الدوله راه خدامه شغلها، راه غتبقى انت جالس وكتعذب راسك. الناس اللي خدامين راسمين الاستراتيجيات، راسمين الامور، خدامين كيزيدوا بالبلاد وفق داك الشيء، وفق الرؤيه ديالهم، وفق الامور فين غادا وفين ما غاداش. يعني لا داعي انك تجي وتبقى جالس وكتبكي وكتشكي. نوض طور راسك وخدم على راسك. هذه الاخوان كلمه اخيره لكل واحد. 3 الصباح خصني نعس. حلينا غير على باش انا وياسير غير باش نديروا المهم مصدقه، ولكن ما ندمتش لان النقاش كان في المستوى ونقاش زوين في الحقيقه. تعلمنا من بعضياتنا بزاف الحوايج. خذوا كل واحد ياخذ كلمه اخيره. انا نبدا الاول. شكرا على المساحه، بارك الله فيك، نهارك مبروك خويا السير، تبارك الله عليك خويا. شكرا حسن، شكرا لحضورك اخي. جميع المتدخلين بارك الله فيك. كنتعلموا منك. تحياتي خويا امين. هي تحياتي خويا امين. سير دابا تزيان سير. انا شكرا لكم، شكرا على هذا الجست الجميل. الصراحه كما قلتي استفدنا، وحنا تنبغيو غير نوعيو يعني هاد الشباب، لان كما قال الاخ يوسف، لان حنا تنعيشوا في هذا المغرب وتنشوفوا هاد الشباب ديال دروك حتى هو شي شويه فنيان. انا لا اعمم، حتى هو ما بغى يخدم، ما بغى يقرا، معكاز متبع غير الفري فاير والبابجي يعني حتى هو ما معاونش راسو، ما تيعطيش الفرصه لراسو. حتى هو راه رزاق الله، ربي هو اللي تيفرق لها رزاق. راه الا بغى راه ماشي اخنوش ولا الملك، راه ربي هو اللي تيعطي الرزق. خص بنادم يديفلوبي راسو، والله يحفظ هاد البلاد هذا من الخونه. وشكرا لكم وتحياتي لكم الاخوان. ياسير تحياتي اخي دابا مزيان. انا اخي كلمه اخيره تاعني بديت تغمضوا صراحه زينه. غادي نهبط انا. شكرا لكم، وكان صراحه كان نقاش في المستوى صراحه. استفدنا من معلومات اخرى زوينه.
الاخ سمير، الاخوه والاخت زينه. اش غادي نقول؟ تصبحوا على خير، تحياتي. صباح على خير با ياسير، تحياتي. من بيت الاحرار؟ انا كنت دايز ما في الزنقه، لقيت اختنا، صدق طالع. لقيت اختي نسولها نقول لها السلام عليكم، صدقنا في هذه العراضه اللي طولت، ولكن لقينا واحد ولدنا سميتو يوسف، انا افتخر به حفظه الله، سلميها للوالده والله يحفظها. وديك الكتابات راني دازهم غادي نوريها لها، غادي نقول لها راه يدير الصراع الطبقي، مشاو للماركسيه ومشاو للمخزن. تحياتي لكم كاملين. اخي عبد الله، احنا دائما فاش كنبدا نحل كتكون بحال هكا مناقشه فيها نقاش وفيها هكا كيكون مفتوحه، ما عندنا لا حتى واحد. المهم اللي بغى الراي يحترم وكل شيء اللي عندنا. هذيك ديالك في داركم، هادشي اللي كاين، بحال جالسين في الدار مع كل واحد العائله، مع كياخذ الراي خواتاتك، بنات خواتاتك. هادشي اللي كاين. الله يحفظك لنا. اول حاجه كنشكر، شكرا اخويا عبد الله. كنشكر زينه، وكنشكر ايضا من بيت الاحرار على الرحب الصدر ديالو، على النقاش ديالو، وفهمته في العمق، لانني انا كنفهم الاخ من بيت الاحرار وفهمت حتى الفكره اللي بغى يوصل ليا. وكنشكرك اخويا من بيت الاحرار، كنشكر الاخ غوبلان، وكنشكركم كاملين على الفرصه وعلى رحب الصدر انكم سمعتوا لي، وشرف لي انني نكون مشارك معكم، وتحياتي لكم ونتلاقى معكم. مرحبا بك اخويا يوسف، مرحبا بك. انا درت لك اضافه، انا درت لك اي اضافه نقاش. مرحبا بك من التل. الله يرحم لك والديك. شكرا يوسف. راه كنكونوا حتى كل ليله تقريبا كنكونوا مع ود العاصمه مع ديك 8. مرحبا بك حتى في اللايف الاخر. مرحبا بك. الله يحفظكم وشكرا لكم بزاف، الله يكبر بكم. تحياتي لكم وشكرا. السلام عليكم.